البرد في هذه المرحله الانتقاليه كاين اللي تيعيا من خلاله، فالحساسيه النيف، العينين، الراس، العياءات. وفي هذه المرحله الانتقاليه ديما الانسان ياخذ الوقايه الكافيه، وحنا في الاسلوب العلاجي اللي تنشتغلوا به ثم الوقائي ثم حتى الاستعجالات الاوليه نبغيكم ديما تكونوا على بال. والبال اول بال تهتموا به واول شيء تهتموا به واول شيء تكونوا على اتصال به هو انكم في داركم عندكم زيت الزيتون. والمعصرات خدامين وبداو تيخدموا في هذه الفتره هذه، فتنفضل انكم المعصرات تحاولوا تشوفوا اقرب معصره عندكم وتاخذوا الزيتونه نقيه، ماشي بحال كيديروا مجموعه ديال الفلاحه الله يهديهم تياخذوا الزيتونه مهرسه معجنه بالذبابن ديالها بالمسائل. بالعكس حنا تنصحوا تكون زيتونه نقيه من الشجره وتتغسل وتتعصروها بلا ملحه وتاخذوا الزيت وتاخذوا المرجان وتا الفيتور داك العظم اللي تيبقى تاخذوه. اذا فالزيتونه تتعطينا 20% ديال الزيت و40% ديال الماء الزيتون داك الماء الاسود هو المرجان، والفيتور هو داك العظم اللي تيبقى مطحون. وحنا تنقولوا دائما الزيت ايترو تنديروا فيه 100 غرام ديال الثومه، هذا اساس. وكل واحد بيبي شهرين او الناس كبار عندهم 80 90 عام كلهم ملي تياخذوا زيت الزيتون فيها الثومه مرقده تقطيره شراب ودهن سبحان العظيم الدقه ديال 30 عام ما تتبقاش. اذا فلا بد نحترموا هذا الزيت تكون بلا ملحه، نديروا فيها الثومه 100 غرام ترقد بين 3 ايام حتى لاسبوعين، وداك الثومه ما تخافوش منها تقدروا تشدوها تطحنوها تزيدوها في الماكله. بغيتي تخلوها في الزيت لا باس، انا تنفضل انها تبقى حتى شهر شهر ونص وتاخذوا الثومه طحنوها تزيدوها في الماكله، وداك الزيت تقيدوا فيها التاريخ فوقاش درتيو فيها الثومه وفوقاش خلطتيو الزيت مع الثومه والثومه تستعملوها في 3 شهور الاولى حتى العام ما كاينش مشكل. فقط مزيان تكون عندكم موجوده غير توصلوا للنص وجدوا اطرو اخر تاع الزيت فيه الثومه باش ديما هذا الاسلوب الوقائي يبقى حاضر. ثانيا تكون عندكم ديما البصله في الدار، وحاليا هذا العام البصله كثيره والبصله موجوده، فحاولوا ديما البصله تكون عندكم في الدار مزيان، خصوصا فترات البرد. تتعصروا بصله تديروا اله مزيان تنقشروا بصله وتنحطوها في الاله تعطينا غير الماء. هذه الاله تتسمى لا سنتريفيجوز، بمعنى تطحن وتتفرق بين السائل اللي هو الماء العصير والشيء اللي قاصح تتعزلو بوحدو. اذا كاينين دو فاز، اون فاز سوليد اون فاز ليكيد. لا سنتريفيجوز تتفرق بيناتهم فتعطينا السائل اللي هو العصير وتعطينا التخت. داك التخت ما تلوحوش، ممكن تشدوه تطحنوه وتربطوا على يديكم الا كان الالتهاب او لا كان شي تعفن او كانت حساسيه، بخصوص الناس اللي عندهم البارس او البسوريازيس او عندهم حساسيه. داك البصله مطحونه تنشدوه تنطحنوا على يدينا، او عندهم رجل بردانه او عيانه او فيها التهاب او فيها بروده تنشدوها تنربطوها على يدينا. داك البصله القاصح ديالها اللي تيبقى بوحدو. اما العصير تنشدو معلقه جوج ثلاثه نخلطوا مع كاس الماء مغلي ومعلقه العسل وتناخذوها 3 4 5 المرات في النهار. العلاج من جهه، او الى بغينا نستعملوها في حالات الاستعجالات. وعندنا في الحالات الاستعجالات وليدات بيبي مثلا شهرين 3 شهور زيت الزيتون اللي فيها الثومه معلقه صغيره جوج خواو صدرهم من ذاك الخنق، وهذا الخنق هذا ما تيخليهمش ياكلوا تيكونوا مخنوقين، ما تيخليهمش يرتاحوا ولا ينعسوا، تيبقاو ديما منزعجين. فحنا ملي تعطيهم هذا الاسلوب فعطينا نتائج هائله. ثانيا انه الماء والبصل غالبا الا كانوا صغار بحال شهر عام عامين 3 سنين تنديروا شويه البصله عصير معلقه كبيره مع شويه الماء وعسيله وتيشربوه، ولما لا كل نص ساعه 3 مرات في النهار يشربوه تيبداو تيخويو اللي في صدرهم وتيرتاحوا. وكثير الناس الحمد لله نعسوا في امان الله وحفظه. فهذا الاسلوب في علاج البرد والحساسيه ديال البرد ونزلات البرد من اروع ما كاين حاليا. بان على انه هذا الماء والبصل والعسل غير الماء والبصل بوحدو كثير الناس كانت عندهم شحمه في الكبده لاستياتوز، طبيا لا تعالج 3 شهور تتعالج، ولكن تناخذوا الماء والبصل ممكن مع العسل اللي ما عندوش السكري، ممكن نضيفوا طلع النخيل او شويه المعدنوس ونستعملوه توا 5 6 المرات في النهار الى 7 المرات. ممكن 3 شهور لاستياتوز ما تتبقاش، الكاماجيتي تتقد، هذه من التحاليل ديال الكبد اللي تدار، لي ترانزاميناز تيتقادوا دليل انه نقينا الكبده ليس فقط من
من الشحمه اللي وراها حتى الكبده تترجع للعمل ديالها الصحيح. وهكذا كثير من الامراض الكبد يمكننا نضبطوها. عندنا في اوروبا الناس اللي اتصلوا عن طريق الماء والبصل استطاعوا على انهم يبنيوا ظفر جداد، وطبيا مستحيل تبني ظفر جديد. بالطريقة هذه بنينا ظفر جديد بأن القدرات على إعادة بناء خلايا الجسم من جديد، ثم بناء الكلى من جديد، بناء الكبد من جديد، بناء الدورة الدموية قوية من جديد، مع تنقية الكلى وتنقية الدورة الدموية وإنزال الكوليسترول والتريغليسيريد إلى السيدوريك. هذا من الفرص المهمة جدا. هذه الوصفة هائلة. نضيف وصفة ثالثة حتى نضبطوا العمليه الثلاثيه ديال علاج البرد ونزلات البرد، هو الثومه مشويه قويلب. عندنا الناس كانت عندهم الضيقه قهرتهم، كاين اللي عنده اكثر من 10 سنوات ديال الضيقه، عن طريق الثوم مشوي تنشويه في القشر ديالو فوق العافيه مزيان، تنديروا قطيه بالحديد والثومه تنديروا جوج ثلاثه تنشويهم بحال اللي بحال تنشوي الكبده ولا تنشويو الكفته، وملي تيصفروا مزيان خلوهم يبردوا، تنحيدوا القشره، تنحيدوا القشره ديال من الثومه، تنقسموا على جوج، تنديروا قويله مع زويته وعسيله جوج ثلاثه مرات في النهار، مع 9 الصباح مع العصر ومع 9 الليل، وتستعمل لمده 3 إلى 5 أسابيع. كاين اللي 3 شهور، كاين الناس اللي الضيقه مشات، بدليل اسلوب ضد الالتهاب وعاون كثير من الامعاء كان فيها الدم او كان فيها الدود او كان فيها انتفاخات وعياءات ما بقاتش. كثير العيالات اللي داروا هذا الثوم مشوي قويلب عالج لهم الدوره الشهريه اللي كانت مضطربه، او تجي الدوره الشهريه بالالم، او العيالات اللي عندهم بلغوا 50 60 سنه مازال تجيهم لي بوفيت شالوغ، ما بقاش لي بوفيت شالوغ بداك الحده، فخفاف عليهم الامر بدليل الثومه مشويه قويلب عطات نتائج هائله جدا في ضد الالتهاب والعياءات الجسم، وتخفف حتى الالم الجسم. اذا فتمكننا نعالجوا به الحساسيه. وكثير دابا ديال الناس اللي تبعوا معنا كان عندهم الحلقه عند وليداتهم، بحال واحد دكتوره في الصيدله عيات من لي زونتيبيوتيك لولدها، فملي استعملت قويلب ديال الثومه ربيع جوج ثلاثه مرات في النهار كان عنده الحلاقم. الحمد لله من بعد 3 أسابيع الحلاقم مشاو وتعجبات. الغريب هو انه اختصاصيه في الصيدله عندها دكتوره، وقرات على الاعشاب وقرات على البصل، ومازال تيستغربوا حيت ما مولفينش تعيشوا الحياه الطبيعيه ويعيشوا هذه المواد الطبيعيه. دي فرصه لاثاره الانتباه حتى اننا نعيشوا الطبيعي ونرجعوا للطبيعي. كنا تنجحوا خصنا نبقاو ننجحوا. فمن اكتشفنا الكيماوي لقينا على ان مردوديته ضعيفه، ولكن هذا ما تعنيش على انه ما نزيدوش نبحثوا ونقلبوا ونسولوا حتى نزيدوا وعي وفهم وضبط. اذا هذا اسلوب بزيت الزيتون فيها الثومه تنقدوها. اللي الثوم عنده الطونسيون تتنزل يستعمل زيت الزيتون بوحدها ماشي مشكل. ثم عندنا البصل والعسل او البصل والماء بالنسبه لما اللي عنده السكري، او البصل والعسل اللي ما عندهمش السكري، ثم قويلب ديال الثوم. وهكذا نقدروا ضربتنا عمليه اساسيه بالنسبه للبيبي باش ما تفوتناش هذه الفرصه. كثير دابا الاطفال ملي تيكون عندهم هذا النوع من الحساسيه، اما اقل من 6 شهور واما اكثر من 5 سنين، تنغليو شويه الماء كفايه، تنعمروا البينواغ ديال الوليد وتنعصروا بصله، تنحكوها في الحكاكه مزيان، تنخلطوها مع الماء بصله حتى الجوج، وتنعوموا هذا الوليد هذا مع الصباح مع التسعود، وفي العشيه مع العصر 5 د العشيه ثم عند النوم، وتندهروا له بزويته الزيتون، تقراو ايه الكرسي سوره الرحمن، وتنلبسوه مزيان. بعد ما تنديروا له ما تنغسلوا، تنديروا له حمامه البصل، وتنديروا له قويلب ديال الثومه ملي تيجي ينعس. وهكذا قويلب ديال الثومه ربيع جوج ثلاثه مرات في النهار، اميها وبصيله حمام، ثم زويته الزيتون غير هنا في آية الكرسي لصدرو ونلبسوه مزيان باش ينعس. هذا اسلوب تنقضيو على الاستعجالات في الحساسيه ديال الجلد، في الحساسيه ديال النيف، الحساسيه ديال الصدر وفي السعال. هانتوما لاحظتيو باش اشتغلنا بزويته عسيله ثومه بصل وماء. اذا الا كان العلم حاضر هذو كلهم سي دي ديزانفيكتون، هذو كلهم ضد الالتهابات، هذو كلهم تحيدوا الحساسيه وتحيدوا العياءات الجسم، هذو كلهم ضد التعفنات وضد كل مشاكل اللي تمكن لها على انها تسبب الالتهابات والعياءات. اذا فما يمكنش نعيشوا حياه سليمه من الامراض الا ما كانش هذه المواد الطبيعيه، فالله تعالى يسرها وهو الشافي سبحانه وتعالى، والشفاء للجميع والحمد لله رب العالمين. هذا اسلوب تنقضيو على الاستعجالات في الحساسيه ديال الجلد، في الحساسيه ديال النيف، الحساسيه ديال الصدر وفي السعال. هانتوما لاحظتيو باش اشتغلنا بزويته عسيله
ثومه بصل وماء. اذا الا كان العلم حضر هذو كلهم سي دي ديزانفيكتون، هذو كلهم ضد الالتهابات، هذو كلهم تحيدوا الحساسيه وتحيدوا العياءات الجسم، هذو كلهم ضد التعفنات وضد كل مشاكل اللي تمكن لها على انها تسبب الالتهابات والعياءات. اذا فما يمكنش نعيشوا حياه سليمه من الامراض الا ما كانش هذه المواد الطبيعيه. فالله تعالى يسرها وهو الشافي سبحانه وتعالى، والشفاء للجميع والحمد لله رب العالمين.